And it goes a little something like وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله. هسيب لكم رابط قوي والانستا في صندوق الوصف. ما تنسوش تدعمونا بميزة التشكرات تحت الفيديو. يلا نبدأ فيديو النهاردة مع بعض. الجزء التاني بيبدأ لما بيسقف باي ويقول ان هو مؤثر جدا، لكن لن تستطيع فعل اي شيء بدوني، وايضا يوجد عقد يا شو، الان اريد منك ان ترقصي ليا. وتبدأ ترقص ويتضايق يون ويقول توقفي، ويقول باي ان هي مش هتسمع كلام حد غيري، ويتعصب يون ويقول انني سأعود لك مرة اخرى يا سيد باي، ويمشي ويشدها باي في حضنه ويقعد وتجيب له شو القهوة، فيرمي الفنجان ويقول لها ان هو يهتم بامرك حقا. فبصله شو وهي متضايقة وتروح تلم الفنجان وتتجرح، ويخاف عليها باي ويقول لها ايه الاهمال ده، ويقرب منها ويشوف ايديها فتشده منه ويقول امشي انا هتعامل معاها بنفسي. وتمشي شو وتروح تنام وتفتكر لما دخلت عليه باي وشافته بيحضن بنت وبيخونها، وبيقول لها انا محتاجك كتير، وتزعل شو ويشوفها باي ويطلع يجري وراها. وتفوق شو هنا وتلف الناحية التانية تلاقي باي وتخاف وتقوله انت بتعمل ايه هنا، ويقول لها شو لقد كنت سيء معاكي طوال اليوم النهاردة، لكني أريد الاطمئنان على يدك. هل أنت بخير يا شو؟ أنا أريدك أن تعودي لي مرة أخرى، وأنا لن أكون قاسيا عليك أبدا. أنا أعلم أنني لازلت في قلبك حتى الآن، أليس كذلك؟ فتقول له ابعد اطلع برا. فيقول لها حسنا يا شو، لقد فهمت، أنا لن أجعل الأمر صعب عليك بعد كده، فلترتاحي جيدا. ويسيبها ويطلع وهي بتبص عليه. وتاني يوم يقعد باي ويمسك خاتم وهو فرحان، وتدخل شو ويقول لها شو تعالي هنا، ويوطي بالخاتم ويقول لها هل ستتزوجيني؟ فتقول له باي يقول لها شو هيا. فتقول له انت بتعمل ايه؟ فيقول لها لقد اقترحت عليك الزواج منذ عامين وهل ما زلت غير موافقة حتى الآن؟ توقفي عن أثارة المشاكل يا شو. فتبعد ايده. فيقوم باي ويقول شو انت قاسية جدا، انت بتعلمي انك خادمتي الان وبتنفذي جميع اوامري، لذلك ارتدي ذلك الخاتم الان. فتقول له لا انا لن ارتدي، انا لن العب معك هذه اللعبة المملة. فيقول لها ايه مش هتلبسيه؟ حسنا انا هلبسهولك بنفسي. ويمسك ايديها ويحاول يخليها تلبسه، وتوقع شو الخاتم ويتضايق باي ويقول الخاتم ده كان بتمن مكافئتك، خدي وبيعي دلوقتي واشتري بعض الملابس اللائقة ليكي. ويطلع ويفتكر كلام صديقته وهي بتقوله انا عاوزك تحاول تنساها وتعيش حياتك زي ما هي عاشت حياتها من غيرك وتعمل زيها. ويرن هنا عليها ويقول لها هل انت متفرغة دلوقتي؟ وشوية وتوصل البنت على البيت ويقول باي تعالي يا حبيبتي. وتبص عليهم شو تتضايق، والبنت تقول له حبيبي هل افتقدتني؟ ويقول لها طبعا ليلا ونهار افكر فيكي يا حبيبتي. فتقوم تمشي شو فيقول لها انا لا اسمح لك بالذهاب. فتقول له البنت وهي بتعمل ايه وتقربه منها وتقبله وتتضايق شو وتكمل. ويضحك هو ويقرب من البنت وشو بتنضف ومتضايقه. وبعد شويه يروحوا يعملوا شوبينج وتشيل شو الشنط كلها وتقول في سرها باي انت ماذا تريد مني؟ وتقول له البنت حبيبي ما رايك ان ناكل معا الان؟ فيقول لها لا امانع، حسنا اذن. وهنا تقع شو وتقول مؤلم جدا، ويبص عليها ويضحك باي ويقول امرأة غبية. وتلم شو الشنط وتقوم من على الأرض وتفتح المظلة للبنت. فيقول لها باي ابعدي وياخد المظلة هو. وتقول شو باي هذا كثيرا جدا، وتمشي وهي متعصبة. ويرجعوا البيت وتسمعهم شو في الحمام وهما بيتكلموا وهو بيقول لها فتاتي هيا سأساعدك في الاستحمام. فتقول له حقا تريد مني البقاء؟ فيقول لها ايوه طبعا. فتقول له حسنا ساعدني في تغيير ملابسي اذا. فيقول لها لكن ده صعب عليا هعمله ازاي؟ فتقول له السحاب في الخلف. فيقول لها انت متأكدة انك عاوزاني اعمل لك ده؟ وتقول له ايوه يلا. وشو على اخرها منهم. فتحضن البنت وتقول له باي انا لا اريد شيء اخر بعد الان غير ده. فتقول شو ماذا يفعل هؤلاء بالداخل؟ فتقول له البنت لو عاوز تنسى حبك لازم تبدأ من جديد وانا هقدر اساعدك. ويسكتوا فجأة. وتقول شو لماذا لا يوجد صوت؟ وتحاول ان هي تسمع فتتزحلق وتقع. ويقول لها باي شو هل انت بخير؟ فتقول له بخير لا تقلق، وتمسك فيه عشان تقوم فتشد من عليه الفوطة بالغلط.
وبالليل توصل اخت باي وتقول لها اختي لقد عدت، وتحضنها وتقول لها انت الا تدرسي في الخارج لماذا عدت الان؟ فيقول لها باي ان هي بتركض للخلف دائما، فتقول لها زوجة اخي انا افتقدتك كثيرا، وتحضنها وتقول لها انا عدت لرؤيتك. فيبعدهم باي عن بعض، فتقول له باي اصمت، وتقول لها هيا يا شو لنذهب لنغير هذا. فتقول لها اخوك مش هيوافق، فتقول لها مالكيش دعوه بيه، وتشدها ويمشوا شويه وتقعد وتربط كرزايه بخيط وتقول هنلعب لعبه اللي هياكلها اسرع هيفوز. هيا يا زوجة اخي، هيا يا اخي لنرمن سيفوز فيكو. فالاتنين يقعدوا ساكتين، فتقول يلا سوف تخسروا. فتقرب شو ويضحك باي ويقرب، وتشيل اخته الكريزه ويقبلوا بعض الاتنين وهم مصدومين، وتصورهم اخته وتبعد شو وتطلع تجري وتقعد بره وتفتكر لما دخلت وشافته في حضن البنت وبتقول انا محتاجه لك كتير الان. ويقول لها ما تقلقيش كل حاجه هتعدي وانا معاكي، وتمشي هي وتفوق هنا، ويجي هنا باي بمشروب ويحط قصادها وتقوم شو تمشي. فيمسكها ويقول لها شو هل تتذكري اول مره اتقابلنا فيها؟ وتفتكر لما وقعت من على الدراجه بسببه وتبص عليه ويساعدها ان هي تقوم ويسالها هل انت بخير، وتفضل ماسكه ايده وبصاله وتقول له ايوه انا بخير، ويفضلوا باصين لبعض وبيبان ان هم وقعوا في حب بعض من النظره الاولى. ويقول لها هنا باي هل تعلمين كيف كانت حياتي في العامين الماضيين بدونك؟ لقد كنت افتقدك في كل وقت وفي كل مكان، وانا لا اراكي، لقد رايت ظلك في كل غرفه في المنزل تتدللي امام عيني طوال الوقت. انت ازاي كده؟ انت ازاي ما عندكيش قلب؟ معقول؟ فتقول له انت كنت بتخوني ولسه بتقول انك بتحبني؟ هل حبك ليا رخيص قوي كده؟ فيقول لها اقسم ليكي من يوم اعترافي ليكي انا فقط احبك انت طول حياتي، حتى لو بيض شعرك وفقدتي اسنانك وتجعد وجهك واصبحتي امرأة عجوز متعسرة، انا احبك انت فقط يا شو. انت جزء من جسدي لا استطيع ان اعيش من غيره، لا استطيع ان اعيش من غيرك يوم واحد يا شو. فتقول له لكني ما زلت لا استطيع ان اسامحك. فيقول لها شو ارجوكي استمعي الى توضيحي، أنا وهي مجرد أصدقاء، أنا لقد وقعت في حبك أنت منذ أول لحظة رأيتك فيها. فتقول له أصدقاء وهذا ما رأيته إذن؟ فتقول له أمال لو ما كنتش موجودة هل كنت ستأخذها للغرفة أيضا؟ يبدو إن هو مضى وقت ونسيت معنى الصداقة. وتحاول تمشي، فيمسكها باي ويقول لها أقسم ليكي من الآن إن عدت لي لن أرى أي نساء أخريات وأبقى بعيدة عنهم 50 متر، قولي لي حسنا أنت فقط. ويشدها في حضنه. وهنا نكون خلصنا أحداث الجزء الثاني. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. لو عاوزين ملخص الجزء الثالث ما تنسوش توصلوا الفيديو ل1000 لايك في أسرع وقت ممكن. وقبل أي حاجة ما تنسوش تشتركوا في قناتنا وتزودوا عائلتنا الجميلة فرد جديد. ولو الفيديو عجبكم اضغطوا اللايك الجميل وكومنت اجمل عشان نستمر ونقدم اكتر. وبس يا حلوين اسيبكم مع تعليقاتكم الحلوه زيكم، بحبكم قوي، شكرا لكم جدا واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين. باي باي.